صباحكم عسل متابعين، مع الزميل والصديق العزيز الأستاذ عبد الله العطيش الخالدي أبو أحمد، أحد تجار مدينة العيون ما شاء الله تبارك الله. جالس يمشينا اليوم في ديرة العيون، في الديرة القديمة، قرية العيون القديمة مدينة العيون. ما شاء الله تبارك الله. تقول كانت مصورة ذي بصورة نعم، فيها دهاليز وفيها بوابات وفيها ما شاء الله تبارك الله. الآن عند صباط صالح العيسى. صباط صالح العيسى منه كان أول صباط. اها ما شاء الله تبارك الله. سووا في تنفيذ. بتدخلنا في الصباط هنا ها؟ أول كان صباط انتهى. اها أول كان صباط انتهى. صباط يعني البرحة ذي؟ لا، صباط درب مسقوف. درب المسقوف. والله أزقة، والله عاد أنا أحب يا أبو أحمد الأزقة كذا والشوارع الضيقة مسجد وجامع ما شاء الله. شوف التراث، شوف التراث، شوف التراث، شوف التراث ما شاء الله تبارك الله. الأسقف شوف من الجذور ما شاء الله. هذا هو ذا أقدم مسجد في مدينة العيون. طبعا. شو اسم المسجد؟ جامع الديرة القديم. جامع الديرة القديم. نعم. ما شاء الله تبارك الله. عيد بناء طبعا، أول كان لبن. أكيد لأن أقدم مسجد يعني معناه قل 200-300 سنة أو أقدم بعد، فأكيد أعادوا صيانته وترميمه. هذا شوف فيه والله جامع الديرة اسمه مسجد العيون القديم. وزارة الحج والأوقاف. تأسس عام 1402. هذا عيد بناء طبعا. إيه أكيد 1402 يعني معناها إحنا موجود. سابقا بيت العمدة هنا كان قريب من الجامع، يعني قريب من الجامع. هي شوف كيف القديم الحياة. يا سلام، شوف المعمار القديم. الزخارف المعمار القديم. تدري ذا ابو احمد البيت شوف على صغر مساحته، لكن الاول بيت فياض الله يرحمه. شوف، لكن الاول يقولون ذي ما هو بيت ديره، يقولون كبير الاول. اي نعم. لكن لما تجي الان تشوفه لا والله صغير. بيت الفياض الخالدي الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. والله مناطق قديمه يا ولد ما شاء الله تبارك. تقول بيت العمدة هنا ها؟ نعم. ها والله قديمة الأحياء هنا ما شاء الله. تراث تصلح حق تصوير مسلسلات التراثية ذي. العيون القديمة تحط بها المزارع من جميع الجهات. من جميع الجهات. نعم. هذا يعني الشيء اللي سبحان الله عايشينه احنا داخل الأحساء كلها كذا. القرى والمدن محاطة دائما بالمزارع. شوف هنا شجرة سدرة ذي. نعم. كنار. احنا نسميها كنار، ما ادري والله المدن الثانية ايش يسمون الكنار ما يندرى. النبق. نعم يسمونه النبق. احنا الكنار وانت تسمونه الكنار مثل كنار طبيعي. ايه الحاسة الكنار. وهذا بعد شكل صباط ذي ولا برحة ذي؟ كان طريق قديم وهذا بيت ناس يخدمونه. هاي الصباط. بيت ايه وانشال وصار طريقة الان. هذا بيت ابو الاستاذ سعد الماضي، ابو الاستاذ خالد الماضي، احمد الماضي. ونعم والله ونعم ما شاء الله ونعم والله ونعم. وهذا مسجد الجنيدة. الجنيدة. نعم الجنيدة. هذا طال عمرك. ايه. وارثه صالح العيد واخوه ناصر ورثهم من امهم من الماضي وتنازلوا به ارض مسجد. ما شاء الله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. ميزان حسناتهم. هذا برضو ينقال له حارة ثاني هنا. حارة ثاني كلها حارات قريبة من بعض. حارة الضبع وحارة أبو النار. لها أسمية. لها أسماء. لها أسماء هذه شوالة. لها أسماء لكن أنا ما أعرف. أبو أحمد صرت يعني ما صرت أبضاي من أبضيات الموجودة في الحارة الأول. تبرز عضلات وتبرز كذا ولا هذا المكان مكان عين الجنيدة، وسمي هذا المسجد نسبة لعين الجنيدة. عين الجنيدة هذه بس يغسلون فيها، يعني الأولين يغسلون فيها ما فيها سباحة ما يعني. هي للشرب يعني. بس للغسيل. المكان هناك فيه بركة يعني. ما شاء الله تبارك الله. نسبة إلى عين الجنيدة يعني ما شاء الله تبارك. وهذه برضو برحة ثانية. بيوت وأزلوها. هذا الصباط
الصباط، شكل الصباط يكون السقف مسقوف. ها السقف مسقوف، هذا صباط. اها ما شاء الله. شوف ما شاء الله. شوف الاحياء التراثيه والقديمه والشعبيه ما شاء الله. شوف الشبك والنوافذ. جينا من الشارع اللي جينا منه. اها ما شاء الله. شوف البنيان الجديد ما شاء الله، تراث وشعبيات. أيوة. طيب المسجد هذا شو اسمه ابو احمد؟ عين الريس نسبة الى كانت عين الريس. مسجد عين الريس نسبة الى عين هنا، برضو في عين هنا. كانت برضو عين هنا ما شاء الله تبارك الله. يغسلون فيها طال عمرك. بس للغسيل فقط. ما فيها شرب. ما فيها غسيل وسباحة يعني. الشرب طال عمرك يروحون عين مرشد. عين مرشد. ما شاء الله. شرق. وهذه برضو الساحة هذه اللي فيها المواقف كانت بيوت قديمة. نعم كانت بيوت قديمة ونزالت. ما شاء الله تبارك الله. شوف الشجرة ما شاء الله الكبيرة هنا. الشدي هذا بيت مكان بيت حمد الوسمي جعلها الجنة. امين يا رب. رجاء كريم. هنا في وسط البرحة دي. هذا بيت ابو وسمي، حمد الوسمي جعلها الجنة. ونعم اللي يصوت الله يرحمه. ما شاء الله تبارك الله. والله استمتعت ابو احمد معك اليوم. ما شاء الله تبارك الله. منها رياضة ومنها تغطية للأماكن الشعبية والتراثية في مدينة العيون. شوف ما شاء الله. شوف التراث. طبعا أغلبها صارت آلة للسقوط والإزالة. أي فصارت. شوف مكان ما شاء الله تبارك. اي الشارع ذا ابو احمد. أيوة. وش هو الشارع ذا؟ هذا حي ثاني من احياء الديره. ما شاء الله. شوف حاطله. هذا جنوب. حاطله زي الفنر كذا. ايوه ما شاء الله. شوف الاسقف. هذا اجداد عبد الرحمن ربيع الزعبي. ونعم والله. ونعم الله يرحم من. ايوه هذا بيت الله يغفر له. الله احمد العبيد السليم. ونعم جعل اهل الجنه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شوف الاثار ما شاء الله. شوف الاسقف كيف قديمه. شوف التكوين. شوف التكوينات. شوف العرقه تصير من خشب هنا بدل ما تكون اسمنتيه. شوف الاول العرقات من خشب. والله شوف هنا السطح. ها ايوه ما شاء الله تبارك الله. الله يرحم المضى. هذا بيت ما شاء الله. شوف السطوح القديمة. شوف ما شاء الله تبارك الله. مين جد عم الاستاذ حامد هنا؟ اي سالم احمد الله يرحمه. سالم الحامد الكليب. ونعم والله. الله يرحمه. والله شيء. الآن الشارع ذا أبو أحمد وين يطلعنا ذا الحين؟ طلعنا إلى جنوب العيون القديمة. جنوب العيون. هذا بيت مطوع السليم الله يغفر له. مطوع السليم. هذا الحارة الجنوبية. الحارة الجنوبية. نعم. كنا يطلعني هنا على ثانوية العيون. الله ما شاء الله. شوف كذا أنا التخمين والحدس من خلال فراتنا خمنت بأنه يطلعنا على ثانوية العيون هنا. أيوة. والمزارع هنا خلاص تحطه في المزارع من جميع الجهات. صحيح. طبعا الشارع ذاك يطلعنا على الشعبة والجرن. ايوه ايوه هذا الطريق يوصلنا. تقدر في اهل الشعبة انت؟ الى المراح. تقدر في اهل الشعبة انت؟ لا ما نقدر فيهم والله؟ جماعتنا حبيبي والله. الله يسلمك. هذا ثانوية العيون. ابو فهد جعل عمرك طويل. ابو سلمان. كيف تقول هذا الان حدود المدينه؟ هذا حدود الديره القديمه. الديره القديمه المحاطه بالمزارع طبعا. بعدين تحد المزارع خلاص هذا حدود. فقط بس. في بوابه تقول؟ في بوابه جنوبيه وبوابه غربيه. وبوابه دقيقه. البوابه الجنوبيه هنا؟ اي نعم. وهذا مسجد مطوع السليم الجنوبي يسمونه مسجد الجنوبي. ما شاء الله تبارك الله. وهنا تقول في بوابه ثانيه بعد ولا؟ لا بوابه بس هناك البوابه الجنوبيه هناك. عند المدرسه. نعم.
اها وهذا المزارع. طبعا في شارع هنا، الشارع هذا الفاصل يعني. هذا الفاصل المؤدي الى المراح، الشعبه، الشقيق، الجرن، الوزيه. وهذا مزارع اهالي البلد واهالي الديره. هذا طبعا مجلس اسره الجمل في حي الجنيده. تم افتتاح المجلس في يوم عيد الاضحى المبارك 10/12/1422. طبعا هذا من موجود في الديره القديمه بمدينه العيون. وهذا احد شيبان الجمل ولا؟ نعم. يعطيك العافيه يا ابوي وبيض الله وجهك على حسن الاستقبال. ابو سطام، عم ابو سطام. طبعا ابو سطام احد رجالات اسره الجمل، وتشرفنا بلقياك اليوم. الله يعطيك العافيه. نبغاك بس تعطينا نبذه سريعه بس عن الديره والبوابه وكذا بس. الله يعطيك العافيه. سم. هذا الديره القديمه الفريج الجنوبي نسميه. ايوه نعم. المنطقه ذي اللي تشوف فيها السيارات ذي كانت كلها مزارع هنا. اها كلها مزارع. ايوه كانت اللي فيها الطريق. أي. جي المشروع مشروع الري والصرف وانفتحت، صارت طرق وصارت والحمد لله طورت. ما شاء الله. وصار بيتنا على الشارع، اول بيتنا على النخيل. ما شاء الله تبارك الله. نعم نعم. والمنطقه الثانيه ذي كلها في مدخل منه أي. يدخلك الى الفرجان، يعني فرجان داخل الاحياء هذه. في مدخل وكلها مباني كانت من الطين اكثرها. كلها من الطين. نعم. صارت تطور والحمد لله. الحمد لله. صارت مباني مثل الشيء. تسلم يا عم ابو سطام. وصارت مباني وصارت كل شيء والحمد لله. ما شاء الله. العالم تفتحت. اي والله الحمد لله. الله يعطيك العافيه وفرصه سعيده والله التقينا فيك اليوم يا عم ابو سطام. وجعل عمرك طويل. يسلم عمرك. مكثور الخير والله، مكثور الخير. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا لك يا عم ابو سطام. الله يسلمك ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الشارع الزراعي هذا. هذا اللي يفصل المزارع عن الديره. السلام عليكم. صباح الخير ابو ماضي، كيف الحال؟ احسنت. سلم عمرك. مكثور الخير. ما شاء الله. طريق زراعي خلفي هذا يحيط بالديره القديمه. هذا احنا في الدرواز، يسمى الدرواز. الدروازه. الشارع ذا الدرواز هناك بيطلعنا على الدروازه ذا. هذا كانت الدروازه الديره. ان شاء الله. شوف كلها الاحياء القديمه هنا، وتصير المزارع محاطه فيها وقريبه، على اساس اللي يبغى يروح المزرعه وكذا من قريب. يا سلام. قديم مبني بطين يعني كان حصن. اي. الشارع ذا يعني كان مبني. كان حصن ما في. كان حصن. اي بوابات. بوابات. ويطلعوا من البوابه يطلعون على المزرعه. في التقاطع ذا. هذا الطريق كان الدرواز. هذا الدرواز. في عين هنا يسمونها عين الدرواز. بعد. نعم لحقنا. ما شاء الله. عين الدروازه مع المدخل. شوف احمد دخلنا في شارع ينقطع عند ري بيخلينا نشقح ونخطر ذري. نخط الرسمه هنا. الرسمه هي مجمع ماء الزائد من المزارع يجي في الرسمه هنا. شوف الاول كانوا يسقون من خلال الري هذا، يجي الماء الري والصرف، وكانوا يسقون من خلال الريات الصغيره هذه اللي تكون دائما ما بين مزارع. شوف هنا مزرعه وهنا مزرعه. طبعا المزرعه هذه مهمله بس كانت حيه وكذا، يتم السقي من خلال الري. وهذا الرسمه هنا تكون فيها تجمع مياه بسيطه الزايده من المزارع ينزل وين؟ في الرسمه، يسمونها الرسمه. عادل ابو احمد. صحيح. ما شاء الله. ابو احمد والبقاء تقدر تمر في الليل لحالك هنا؟ نعم. طبيعي. ها طبيعي. لعبتك. امن وامان طال عمرك فيه. ما شاء الله تبارك الله. طال عمرك. نعم نشهد امن وامان، والله يديم الامن والامان ان شاء الله. فضل سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين محمد بن سلمان، جعل عمرهم طويل وعمرك ان شاء الله، ومن يسمع ومن يتابع ان شاء الله على الطاعه. ما شاء الله. طلعنا والله يا ابو احمد. نطلع على الشارع العام الحين. ها ولا باقي؟